الفرح الحقيقي وأحلى يوم يمر عليك في حياتك أن تفرح حينما يقبلك الله، حينما تعرف أن الله تاب عليك. ولذلك أنا بنصح نفسي والمشاهدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر اللي يرويه أبي داود وحسن بعض العلم: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. هذه نعمة يا جماعة. يعرفون قصة الرجل اللي قبل له امرأة؟ يقول كان في رجل في المدينة يمشي فشاف له امرأة يعرفها قبل الإسلام، الحديث عهد بالإسلام. يوم شافها قبلها في الشارع أمام الناس، يوم قبلها التفتت له قالت له: يعني وش سويت انت؟ إنك صنعت ما منعه الإسلام، يعني هذا ممنوع. يعني كانها ذكرته وهو جالس فيه ناظر ومندهش، فاصطدم وجهه في جدار في حائط فصب الدم، فدخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال الظهر وقال العصر، قال فلما دخل قبل تقام الصلاة قال: يا رسول الله إنني أذنبت ذنبا. قال: اجلس اجلس. صلى مع المسلمين. فلما انتهى النبي من صلاته قال: أين الرجل الذي أصاب ذنبا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: قم فقد غفر الله لك. الصلاة تمحو، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول ابن بطال رحمه الله تعالى: أفضل مجلس يجلسه الرجل والمرأة أن تجلس بعد الصلاة المكتوبة في مصلاك. إبليس ينقزنا عقب كل صلاة. ليش؟ وش استدلاله؟ قال: لأن الملائكة تستغفر لك، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، وانت جالس بعد الصلاة، وتفتح أبواب السماء وانت جالس. فأنا أنصح نفسي ومن يشاهدني وأخواتي: إذا صليت اجلس ولو 15 دقائق، سبح، استغفر، اذكر ربك. في الحديث من قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات، ثم دعا إلا قال الله: أجبت أجبت، أو لك كذا أو لك كذا. فرحمة الله واسعة. كعب بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا كعب بخير يوم منذ أن ولدتك أمك. اي والله خير يوم، لأنه يعلم أن الله قد تاب عليه وأعلن توبة أمام الملأ. أعلن الله لك توبتك وأعطاك الله مرادك. أنت يا كعب 50 ليلة مرت عليك هجرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، واليوم تعلن توبتك. الله جل وعلا يعلنها إلى اليوم نقرأها. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ونتلو هذه السورة إلى قيام الساعة. رضي الله عنك يا كعب، كنت سببا أن نسمع هذه الآيات، كنت سببا أن يعلم الناس مهما بلغ ذنبك مهما بلغت من أفعال، إلا أن الله تبارك وتعالى إن أقبلت عليه صادقا مخلصا بقلبك ترجو ما عنده أعطاك توبة منه سبحانه وتعالى. اسمعوا ماذا قال: قلت يا رسول الله إني أتصدق بصدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سأتصدق. ليش؟ لأن قراءة القرآن أو العمرة نفعها لك، لكن أنا يا رسول الله تخلفت عنكم على أساس أنفع الأمة، أبغى أعوض وأتصدق لنفع الأمة. قال النبي: يا كعب أمسك عليك مالك أو أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: يا رسول الله سأمسك سهمي في خيبر، أما المال الباقي سأدفعه لله ورسوله. إذا أردت أن تتقرب إلى الله فقرب صدقة وعملا صالحا. يا أيها الذين آمنوا قدموا بين يدي نجواكم صدقة، قدم عملا صالحا يرضاه الله تبارك وتعالى. قال: يا رسول الله إنما أنجاني الصدق. يقول قال كعب: والله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم شيء أن تكون صادق مع الله، لكن صدقا حقيقيا يرفعك